ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة بقى هنعمل لكم حاجة حلوة قوي هتعجب ولادكم وهيحبوها قوي. كنا عملناها قبل كده في القناة من فترة، فايه عيالي طلبوها مني تاني، فقلت ايه لازم نعملها ايه معاكم. هنعمل النهارده بقى ايه الباتيه بالجبنه، هنحشيه جبنه. لو انت عايزه تحشيه، عندك شوكولاته وعايزه تحشي بيها، ممكن تحشيه بالحاجه اللي عيالك بيحبوها. دلوقتي معايا 4 كوبايات ونص بالكوبايه، بالمج بتاعك، اي مج بتقيسي بيه كل الحاجات. معايا 4 ونص معايا عندي لبن رايب. انا قلت ايه لبن رايب عندي في التلاجة اعمل بيه. انت ممكن لو كده ممكن تعملي كوباية ونص لبن عادي. عندي نص كوباية زيت. عندي بياض بيضة، البياض. عندي خميرة. عندي معلقتين سكر ومعلقة ونص معلقة ملح. وعندي معلقة خل. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا هنعملها ازاي. اول حاجه جبنا بوله زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ايه انزل بالمواد السائله بتاعتنا. هنزل بالنص كوبايه الزيت، وبعد كده هنزل ببياض البيضه بقى كده شويه، وبعد كده هنزل بالسكر، معلقتين سكر ونص معلقه ملح. بعد كده هنزل باللبن بتاعنا، ومعلقه خل. هقلب بقى كل دوت مع بعضه حلو. وبعد كده هنزل بالخميره واقلب بقى كل الليله دي. قلب يا معلم. كده بقى هبتدي بقى ايه انزل بالدقيق بتاعنا. هبتدي بقى اقلبه كده، وبعد كده بقى ايه هنسيب المعلقه بتاعتنا ونقلب بقى ايه بايدينا كده. بصوا، هنسيبها بقى كده ونغطيها ونسيبها تخمر ونرجع لكم تاني. انا هسيبها بقى كده 20 دقيقة، هغطي عليها وارجع لكم واسيبها 20 دقيقة عشان تخمر ونرجع لكم تاني. كده بعد ال20 دقيقة ما اتعملوا عدوا، ابتديت بقى ايه اكورها كده قطع صغيرة كده. استنى طيب. كده خلصنا. بصوا كل الكمية اللي احنا عاملينها ديت، هنبتدي بقى ايه نفردها واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين كده، ونحط عليها الجبنة او الشوكولاتة او اللي انت عايزة تعمليه، ونبتدي بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده نطبقها كده تطبيقة حلوة كده. يلا هنعمل بقى الباقي ونوريه لكم لما نخلص. جبت بقى بعد كده جبت صينيه ودهنتها بقى بالزيت كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ايه ارص الباتيه اللي انا عملته دوت. بس هخلي بقى فرق بين ده وبين ده كده عشان ايه لو اما يخمر تاني ما يلزقش في بعض. هكمل بقى الصينيه كلها كده وارجع لكم تاني.
زي ما انتم شايفين ادي اول صينيه خلصت. هجيب بقى الصينيه التانية وبرضك دهنتها زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي برضك ايه ارص فيها كده وكده. خلصناه كله زي ما انتم شايفين زي الفل زي الفل. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ احنا خدنا بياض البيضه عجلنا بيه، دلوقتي بقى هنجيب الصفار بتاع البيضه وهبتدي بقى ايه ادهن الوش بتاع الباتيه بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ولا مش شايفين؟ زي الفل. هعمل بقى ايه كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، ادهنها كده زي ما انتوا شايفين وارجع لكم تاني. بعد ما دهنا كل الكمية زي ما انتوا شايفين، لو عندك بقى ايه سمسم، عندك حبة البركة، ابتدي بقى ايه زوقي بيها كده زي ما انت شايفة. انا اللي لقيته عندي كان عندي سمسم عشان كنت عاملة منه الكحك، فاتفضل عندي سمسم فقلت بقى ايه ازوق بالسمسم. انت بقى لو عندك سمسم عندك حبة البركة ترشي كده عليه، ولو عايزاه سادة برضك مفيش مشكلة، كله هيطلع من ايدك حلو وحاجة حلوة قوي لعيالك يفطروا بيها. كوباية شاي بلبن كده مع 2 باتيه حلو كده، والف هنا وشفا. هسيبها بقى ايه بعد ما اخلص كل الكمية كده واحط عليها السمسم، هسيبها بقى تلت ساعة تاني تخمر كده مع نفسها، واكون مولعة الفرن بقى على درجة حرارة 180، واسيبها شوية كده وبعد كده اوطي عليها النار خالص عشان تديني اللون الذهبي الحلو. او ممكن بقى ايه احطها ايه تحت الشواية شوية كده، اخلي الشواية تديها الوش الحلو ده كده. بقى خلاص التلت ساعة بتاعتنا عدت زي ما انتوا شايفين اهو زي الفل زي الفل. هبتدي بقى ايه احطه كده من تحت شوية، وبعد كده ابقى اولع عليه بقى ايه الشواية تحمر بقى ايه الوش بتاعه. لما طلعناها من الفرن اهيت زي الفل زي الفل. اهيت بس سخنة بقى، هنسيبها بقى تبرد ونقدمها في الاطباق. وديت طبعا اللي انت عملتيها ديت هتعجب ولادك جدا، وهيشربوا بيها بقى كوباية شاي حلوة كده، او يروحوا بيها المدرسة. يعني عندك اي حد في البيت جالك ضيف ممكن تقدمي له منها مع كوباية شاي وكده. هنسيبها تبرد ونقدمها لكم. ايه رأيكم بقى في الجمال دوت؟ يعني بصوا ال4 كوبايات دقيق عملوا معانا كمية قد ايه. بصوا الجمال. وبعدين ايه حشينها جبنة اهيت زي ما انتوا شايفين اهيت. بصوا ممكن تحشيها بقى شوكولاتة، تحشيها اي حاجة لولادك اللي بيحبوه. يا رب يكون الفيديو بتاعي سهل ويكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.